السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم في موضوع جديد، هو ازاي اعمل شيت في الريفت. ايه هو الشيت؟ الشيت ده هو اللوحة النهائية اللي بتطبع او تتسلم للعميل، وبيتجمع فيها الفيوز، اللي هي البلانات والسكاشن والإليفيشنز والديتيلز. وبتبقى فيها التايتل بلوك والفيو بورد والانوتيشنز. وما ينفعش فيو مثلا يطبع من غير ما يتحط في شيت. طب انا ازاي بعمل الشيت ده؟ انا بروح رايح على فيو تاب، وهلاقي في هنا حاجة اسمها شيت، فيروح عامل لي شيت، فيقول لي اختار التايتل بلوك اللي انت هتشتغل عليه. فانا ممكن اختار من التايتل بلوكس اللي قدامي ديت، او ممكن اعمل لود، او من خلال ان انا ممكن عشان اعمل شيت جديد اعمل رايت كليك على شيتس في البروجكت براوزر، واقول له نيو شيت، فيروح يجيب لي نفس الحاجة. وبعدين اختار بقى، ممكن اختار اللي هي ال A1 مترك دي او دي، فيجيب لي التايتل بلوك بتاعتي. وبعد ما اخترت التايتل بلوك، هو في اصلا في مقاسات فيها طبعا، ان احنا ممكن لو ما عنديش مقاسات مناسبة ممكن اعمل اجيب مقاسات من بره، سواء A1 او A0 او A2 او A3. طيب ايه هي مكونات التايتل بلوك؟ بتبقى الشيت نمبر، وبيبقى كمان الشيت نيم، اسم اللوحة. تلاقي فينا مثلا دي الشيت نمبر ديت، الكفر بيج تلاقي 000، والشيت نيم الكفر بيج زي دي كده. وديت ليست اوف دروينج، ديت الشيت بتاعها رقمه 001، والشيت نيم ليست اوف دروينج. طيب وبعد كده بيبقى فيه اسم المشروع، البروجكت نيم، وبيبقى برضو في درون باي مرسومة بواسطة مين، أو شيكت باي مراجعة بواسطة مين، والسكيل بتاع الرسم. وبيبقى فيها الريفيجنز بتاعت المشروع، وبيبقى فيها الديت، ولوجو المكتب الاستشاري، المقاول، المالك. طيب ازاي انا مثلا لو عملت شيت جديد، بسحب فيو فيه، بروح رايح على الفيوز، واختار مثلا الفيو ده، واعمل له دراج كده، فيروح جاي معايا في الشيت، واقعد اظبطه بقى واعمل له الايند وكده. آه كمان في العناصر اللي بتتحط في الشيت، بتبقى بلانات وسكاشن واليفيشنز وكلاودز ودرافتنج فيوز، او ليجندز، ممكن تتحط برضو على اكتر من شيت. والسكادولز بتاعة الحصر، الريبار سكادول او البيم سكادول. ولازم طبعا اهتم بان انا اعمل استخدام الالاين تول، واخلي المسافات متساوية، اسيب هوامش للطباعة، واهتم بالنيمينج والنمبرنج زي ما شايفين كده، عشان الدنيا تبقى منظمة. يبقى في هنا تحت كل كاتيجوري هنا جنرال نوت، تحتها الحاجات تبعها، بعد كده الوولز كولومز لي اوت تحتها الشتات اللي تبعها، وبعدها الاستراكشر بلانز تحتها الشتات اللي تبعها، بعد كده elevations تحتها الشتات اللي تبعها. وبعد كده في، لأن الترقيم مهم جدا للتنسيق، وفي إن أنا برضو لما أجي أعمل في الطباعة من هنا، وأجي آه، أعمل ست، أظبط بيها الطباعة، فده بيساعدني جدا. هنبقى نتكلم في الطباعة بعد كده. آه، بعد كده برضو بظبط السكيل، يبقى ملائم في إن حاجة لما تيجي تطبع، أشيك برضو على السكيل.
وفي برضو لما اجي اعمل شيت، في هنا ان انا لو عايز اعمل بليس فيو بدل ما اعمل له دراج من هنا بعمله من هنا، والتايتل بلوك بختاره من هنا، والريفيجنز والحاجات ديت، والجاد جريد برضو. والحاجات ديت هنبقى نتكلم عليها في فيديوهات تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.